السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الفخمين الجميلين الحلوين، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله ببرنامجكم اليومي برنامج بريك. نعم حبايبي الغالين، كل يوم ناخذ لنا ضيف وضيفين. اليوم معنا ضيف مختلف يا طوال العمار، حوله جدل كثير، يرى أن المجد هي من أعظم القنوات، ويرى أن الطب هي المهنة الشريفة العظيمة، لكن نتخلى عنهما الاثنتين، القنوات المجد والطب. ليش؟ خلونا نعرف من ضيفنا، خل نرحب فيه وحياكم الله. خلونا نرحب بضيفنا الجميل من اليمن السعيد، حسن عباس. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله اخوي حسن. السلام عليكم. يا مرحبا. الله يحييك. الله يحيي دلوقتي. شرفتنا يا حبيبي. شهر مبارك عليك. الله يسعد ايامك. يا هلا وسهلا، تفضل. حياك الله وبقاك وسعدك. حياك الله، تشرفنا. يا هلا وسهلا. الله يحييك. شلونك يا حسن؟ شلونك؟ طيب. شلونكم؟ الله يرحمه. طيبين. يا هلا والله مرحبا. حياك الله. الله في برنامجنا ودنا ندردش معك شوي. تامر عروض. يقولون انت بغريب عن الاعلام. الله يحفظك. ها؟ يتعلم من بعض، الله يرحم والديك. يطول لي عمرك. وين عملت في الاعلام؟ اول شيء الله يمسيك بالخير ويمسي اعزائي المشاهدين وكل من يتابع هذه انا ايش سالتك وين عملت في الاعلام؟ عملت في الاعلام؟ وين عملت في الاعلام؟ لا اقول وين المكان اللي ما عملت فيه؟ لانك انت ما خليت ولا مكان اللي عملت فيه. والله شوف، هذا السؤال تقدر تقول وين المكان اللي ما عملت فيه؟ ما في قناه لا عملت فيها فضل الله. حلو، انا عشان كذا. ايوه الحمد لله. ما شاء الله عليك. الله يسعدك. تبرك. الله يسعدك. عطنا العلم. تدرجا من القنوات، يعني اكثر من تقريبا 20 قناه فضائيه، في تحديدا في برامج الواقع، وفي برامج اخرى اطفال متعدده شبابيه، تنوعت يعني. اي ليش ما تثبت في مكان واحد؟ مو انه ما اثبت، هي القنوات اللي ما راح تثبت يعني للاسف الشديد. ايه القنوات احيانا ما عندها استراتيجيه معينه للوقوف على اقدامها. ضربه معلم ثم تنتهي، او ضربه حتنتهي. ايه ما في ثبات، ما في استقرار. هذا هو. لكن الحمد لله النجاح متواصل والامور طيبه يعني. يعني كل القنوات اللي انت عملت فيها كلها راحت؟ والله انا اتوقع اكثر من 6 قنوات اللي هي اغلقت. ايه نظرا للظروف الماليه، نظرا لظروف اختلاف الشركاء الى اخره. مشكله البرامج الواقع ان ما في استقرار، ان الخبره. طيب لا يكون المشكله منك. ها؟ لا يكون المشكله فيك. لا مو فيني انا، لا ما فيني جني، انا بخير الحمد لله. انا خلي الجنه هذه لعبتي. الجنه هذه لعبتي، ما عليك منها. لا صدق والله. شوف الله يامننا وياك والمشاهدين. الله يحفظك. لكن انا اتوقع ان المشكله فيك يا حسن. والله شوف، اذا المشكله فيني ما كان نجحت انا. لانه مستحيل القنوات كلها تتفق على ان كلها كل قناه تجلس فيها 5 أيام 6 أيام وتمشي. ما في 6 أيام 5 أيام. شوف احنا لو اذكرها بالاسامي، نفس القناه 3 شهور 4 شهور تغلق. مو انها تغلق، اغلب القنوات اغلقت لاسباب معينه تخص القناه. طيب يعني المبلغ الهائل او خلينا نشوف الصوره هذه وبعدين نتكلم. اي صوره الله يخرجنا. يا روح يا شيخ، علقنا على الصوره هذه الجميله. هذه صورتي وانا صغير في مصر. في مصر مع الوالد، نعم الله يغفر له ويرحمه ويسكنه. امين يا رب العالمين. الله يرحمه ورحمه الله. هذه الصوره وانا في القاهره، وانا في السجن. عام كم؟ والله ما اذكر يا شيخ، بس اني كنت مع الوالد الله يغفر له، كنت اسوي عمليه للاذني الله يرحمه. اذنك انت ولا اذن الوالد؟ لا اذنك انت؟ ايه. عندك مشكله في الاذن؟ بس كان شوي، بس الحمد لله امور طيبه يعني. طيب انت وش تعمل في الاعلام؟ انا ما سالتك. انا معد وصانع برامج واقع. وصانع البرامج؟ نعم. يعني هذا على كلامك انك يعني اتكلم بثقه. متى كملك من يوم دخلت الاعداد؟ شوف انا عملت من انطلاق زد رصيدك 2 حتى هذه اللحظه، اتنقلت ما بين معد ومقدم وصانع برامج واقع، والى هذه اللحظه التقينا بالاخ العزيز الغالي. كنت متسابق؟ ومتسابق نعم، واحلى تجربه كانت في حياتي، كنت متسابق. ايوه. تخيل برنامج واقعي في القاهره في مدينه الانتاج الاعلامي، تخيل 20 متسابق لم
نرى في ذلك اليوم معد لهذا البرنامج، بينما في الايام اللي جاء البرامج الاخرى نشوف المعدين ومدري مين. برنامج جزر رصيدك اثنين هو البرنامج الذي لم نشاهد معد، كنا احنا الاعداد وكنا احنا النجوم وكنا احنا اللي نصنع البرامج. كنتوا انتم اللي تصنعونه. انت مدير اقليمي لشركه عالميه؟ نعم، كوارث الدولي عفوا شركه اعلاميه. هذه شركه اردنيه في الاردن، تدريب الاعلاميين وتاهيل الاعلاميين. انا المدير الاقليمي لها كنت الحمد لله، وما زلت الحين مدير تنفيذي لهذه الشركه. مستمر معها؟ نعم. فتره طويله؟ نعم للحين. كم لك كذا؟ انا ارتبطت معاهم في 2012. 2012 حصلت على دوره عندهم مجانيه وسافرت هناك وكنت حلو. ترشيحي. حلو انك مستمر معهم حسن. ها؟ حلو انك مستمر معهم. انا توقعت انك الحظ ما زال معي معاهم. تتنقل من قناه لا، لقناه. الحمد لله. طيب اخوي حسن، حدثنا عن طفولتك. عن طفولتك. طفولتي طفوله بريئه، عشت بين احضان الوالد الله يغفر له والوالد رحمه الله. ايه. في منطقه نائيه، منطقه تسمى حريب، محافظه مأرب. تنقلنا بين المزرعه والبيت والدكان، والحمد لله بالتعليم كان عندنا التعليم شويه صعب، لكن الحمد لله تجاوزنا هذه المرحله بفضل الله سبحانه وتعالى ووصلنا لين مكان هذا. طيب والمسبح وش اخباره؟ مسبح؟ المسبح وش اخباره؟ له مواقف معك طيبه؟ والله ايش في المسبح، انا صراحه ما اعرف اسبح، بس اني مره طبيت في المسبح بالغلط. طبيت كذا انا ما ادري كيف، كان معنا المخرج الله يحفظها والله ناس اسمه، لكني جيت ابغى اسوي فيلم يعني دراما وما ادري كيف اني طبيت مكان الدميه انا. طبيت بجوالي بغراض على بالي بساعد المخرج، طبيت انا في المكان ذا. كم كانت في برنامج ماثون؟ كم كانت درجه الحراره؟ والله كان مره يعني صعب. كان جو ستة؟ تقريبا والله تقريبا 6. انا بيني وبينك ما احب المسابح، ما احب البحر ذا، ما احب، بس المسبح كان بارد وكنت ابغى اساعد المخرج ما ادري كيف الا وانا على ظهري. الجوال وش اخباره؟ كان في جيبك؟ جوال؟ ايه. وقت ما طحت؟ لا يا شيخ اقول لك سبحان الله، بس يمكن 10 دقائق انا ما اعرف اسبح مشكله. ايه. بس ان كان عندنا ابو كادي وكان شباب طلعوني، والحمد لله الجوال اموره طيبه ماشي. اللي تخربت الاوراق اللي كانت في جيبي. الاوراق؟ هي انا انعدمت والله. كان في كنت انا معد فقره تعب علي يمكن اسبوع. افلحت. ها؟ جلد يعوضك الله. والله جلد يقولون انك تنشد وانشادك وصوتك جميل. والله شو مو اني منشد، بس اني لي بعض الاشياء دي حب يعني. سمعنا شيء. شيخ اعطيك اللازمه اللي كنا نجيبها في برنامج همتون. هات روح. طبعا الشباب في همتون كانوا يقولوا نبغى رسائل، انا كنت اجيب الرسائل ابونا. وكنا نبغى ندلع هادي الصالح عشان تعرف مدير وكذا. اي مدير. فكنت اقول يا هادي الصالح كلم ابونا، يا هادي الصالح كلم ابونا، قل له يضبطنا يدي لنا الاخبار، ويا هادي الصالح كلم ابونا، قل له يضبطنا يدي لنا الاخبار. ما شاء الله تبارك الله. وش اسم هادي الصالح؟ هادي الصالح وش تبغى منه؟ عشان رسائل شباب. تبغى يضبطك؟ يضبط الشباب ما يضبط. ضبطكم ولا ما ضبطكم؟ ما ضبطهم يا رجال. والله ما الومه. والله ما ضبطهم. والله ما ضبطهم، ما غير طلع حسن برايم واحد كفى واحد. اقول لك لو جيت كتبت له رساله وما انشدتنا ولا شيء كان الامور تيسرت. انا قلت شيله بن ولا اعطيت البيتين هذه كتابه ولا شيء، ولا خليت واحد من الشباب، لكن بعد الانشاد هذا تعبت ولحنتها وفي الاخير طلعت من جنبها. خيرها في غيرها. ما ضبطهم في البرايم طلع. خيرها في غيرها ابو حسون. حبيبي حسن، عندنا فقره اسمها اول مره واخر مره. حلو. ودنا ندردش فيها. تحت امرك. عباره عن اول شيء سويته ولا اخر شيء سويته. جميل. حلو. اول مره طلعت في لقاء تلفزيوني. اول لقاء تلفزيوني كان في 2010 او 2009 في الفضائيه اليمنيه في اليمن. حلو. كضيف. كضيف وش كنت تسوي؟ ضيف اتكلم عن برامج الاطفال. كنت تتكلم لانك كنت لي شغف بالمجال. هذه بالاضافه الى الاعداد. لا الاعداد. الاعداد جاء بعدين. جاء بعدين يعني صرت في برامج الاطفال بعدين انتقلت للاعداد. للاعداد. نعم. حلو. اول برنامج ظهرت فيه كمقدم. كمقدم بعد زد رصيدك 2 في 2010
كان في برامج اسمها عشوة. زيد رصيدك اثنين، انت كنت مقدم ولا متسابق؟ كنت سابق، لكن بعدها مباشرة كان في برنامج اسمه عشوة، كنا نتناوب على التقديم كان معي صالح الحربي الله يحفظه ومسي عليه بالخير، وكان معي طراد وحامد العتيبي، كنا نتناوب عن التقديم في البرنامج هذا. شلون يعني كل واحد يقدم 10 دقائق ولا كل واحد يقدم جزء من البرنامج لانه هو مفتوح اصلا برمضان يعني. بالقطه؟ ها؟ تقول قاطين في التقديم؟ قاطين تقريبا يعني. قطه هي الخبره طيب. يا حبيبي. حبيبي حلاوه هذه. لا لا، امورك طيبه يا الله حسن، يحفظك. امورك طيبه. طيب، اول شخص كونت معه صداقه في برامج الواقع، يعني كان طلعت من البرنامج الواقع هذا وهو صديقك والى اليوم، وهو اول شخص يعني اخترته انت. والله شوف انا حبيب الكل وصديق الكل واحب الكل، لكن في اشخاص تقدر تقول ثقه ولا غرور؟ تقدر تقول مقربين شوي يعني. شوف، ثقه ولا غرور؟ ايش دراك انك مو محبوب ثقة الكل؟ مو ثقة، ثقة الحمد لله، والغرور الله لا يقولها، لكن أقول لك العلاقات كثيرة وأنا محبوب الجماهير بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من الله. شوف المحبة من الله ما تجيبها أنت. اي بس شلون عرفت انهم يحبونك؟ قلبي يقول يا حسن. قلبك؟ اي. طيب ممتاز. دائما الانسان ممتاز. شوف، انسان يتابعك ويثني عليك الحمد لله واشكره. حلو. الى الان اللي اجاب على سؤالك صالح الحربي من الزملاء اللي صراحه، حامد العتيبي، طراد، هذا في برامج الواقع، لكن كمان في شخص تعرفت عليه من فتره اللي هو بلوفي، عبد المجيد بلوي. إيه؟ هذا الشخص تقدر تقول من برامج الواقع صح؟ من برامج الواقع، عرفت. هذا كان معايا في احد البرامج، برنامج القصر في قناه الساحه. عبد المجيد؟ عبد المجيد بلوي. البلوي. إيه، اللقب بلوفي. البلوفي، إيه. مسي عليه بالخير. تبارك الله، صديق ذبيب حليله يعني، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما تبارك شاء الله. الله تبارك الله. طيب، اول مكان تروح له اذا كنت متضايق، حسيت نفسك ضايقت معك؟ والله السجاده. يا حبيبي، اي والله. يا حبيبي، بعد السؤال هذا انا مضطر اروح بريك، تسمح لي؟ نعم. مشاهدينا الكرام، بريك قصير وراجعين لكم، لا تروحون بعيد. التنهيده هذه وراها علم، ما هو بسيط. الاعلامي لا يمكن ان ياخذ حقه في حياتي، لما تعرض للظلم كما تعرضت له فيه مثلا. يا حسن عباس، انت احنا جبنا بدالك واحد. يا هلا وسهلا فيك اخوي حسن. الله يحييك ابو عباس. هلا عيوني. ابو عباس ولا في اسم ثاني تبغى؟ ابو مازن. ها؟ ابو مازن. ابو مازن. إيه. يا هلا وسهلا فيك. الله يحييك. برامج الواقع وش مبنيه عليه؟ برامج الواقع مبنية على الإثارة، على التنافس الشريف، على الجمهور. أنا أعيدها 1000 مرة أن الجمهور هو الركيزة الأساسية في نجاح هذه البرامج. وبرامج الواقع طبعا تعتمد على قوة القناة. لها أسس مبنية عليها ولا؟ لا، شوف، برامج الواقع بشكل عام يحتاج إلى قناة عندها إمكانيات ضخمة. القناة الصغيرة لا تستطيع أن تنتج برنامج واقعي، مع احترامي أي قناة. أي قناة صغيرة لا يمكن أنها تطلع في برنامج واقعي ضخم، لأن الواقع فيه ميزة، يا أنك تطلع صح يا أنك تريح وتنام تأخذ الغطة لين الله يوفقك. طيب، أنت غبت فترة عن الإعلام، إيش كان السبب؟ والله شوف، أنا غبت عن الإعلام فترة. هذه التنهيته وراها علوم. والله صادق. التنهيته هذه وراها علم، ما هو بسيط. صحيح. ودنك تدري بدلوك. أول شيء تعبت الوالدة الله يرحمها ويسكنها الجنة. الله يرحمه. وغبت عن الإعلام فترة، كانت الوالدة تعبانة وأنا انقطعت عن الإعلام. كنت مع الوالدة يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات حتى توفت، الله يغفر لها ويسكنها الجنة. ثم ما عاد صار عندي الشغف في برامج الواقع بعد الحزن هذا والتعب. لكن الحمد لله بعد فترة حاولت اني ارجع بسريع لكن ما قدرت. فاخيرا الحمد لله وصلت الى انه تناسيت، ما نسيت بس تناسيت الحزن، والحمد لله كملنا المسيرة ورجعت مرة ثانية الحمد لله وشكرا. أنت تشوف نفسك يا حسن أخذت حقك إعلاميا؟ للأسف الشديد في برامج الواقع وفي القنوات المحافظة، أتكلم بشكل عام، الإعلامي
لا يمكن ان ياخذ حقه، بينما في القنوات الاخرى يمكن ياخذ حقه. احنا هنا في شيء ما ادري وش هو، هل هو الظلم، تكرار، احتسب، مشيها، اشياء كثيره يا اخي. ما في تقدير للكفاءات، ما في تقدير للخامه، ما في تقدير للخبره. مع احترامي لكل برامج الواقع او ما فيه يعني. انا الحين ما اخذت حقي الحقيقي. لماذا تم استبعاد حسن عباس من همثون؟ اول حاجه انا اقدس واقدر الكيان العظيم قناه المجد الفضائيه، اللي دائما احنا نتشرف بمجرد الاسم، ما بالك لما ندخل في هذه الاماكن الاعلاميه الفخمه. انا اتكلم عن برنامج همثون واتكلم عن اشخاص، اتكلم عن قناه، انا اتكلم عن اشخاص. في حياتي لما اتعرض للظلم كما تعرضت له في همثون حقيقه. وش الظلم اللي جاك؟ اول شيء انا اتكلم معك من باب الصدق. همثون برنامج واقعي، انا اول من دشن هذا البرنامج، اول من عدل في البرنامج هذا انا وعبد المجيد بلوي. وصلنا الى محمد عبد الرحمن وكانت الارضيه صفر، بنينا البرنامج طوبه طوبه حتى وصلنا الى قبل النهائي بشهر. طيب تفاجأت بانهم يقولوا يا حسن عباس انت احنا جبنا بدالك واحد مدري. طيب ليه؟ انا ادور لسبب مقنع ما لقيت. محمد عبد الرحمن كلمني هذه الصالح، طيب اعطوني سبب مقنع علشان اشوف ايش اللي صار يعني. اذا تكلمنا عن دهاليز البرنامج في اشياء ما ودنا نقولها يعني، لكن لا اقولها اني اتعرض لظلم اتصلت على محمد عبد الرحمن واتصلت على هادي الصالح. انا احسك متاثر، كان في والله العظيم يعني. شوف والله العظيم لو انهم خصموا راتبي ذاك اليوم كله، ولو قالوا يا حسن ما نعطيك شيء اشتغل بلاش، انه اهون علي من يقول يا اخي انت استبعادك. طيب انا مشكله ما في سبب علشان اقول استبعدوني. ما ادري الاداره. انت يمكن انك مسوي شيء يا حسن. ها؟ يمكن انك مسوي شيء. يمكن انك مسوي شيء. لو سويت شيء قول لي يا اخي. شيء معين يمكن. ما سويت شيء والله اني متاكد. او في احد يمكن متسبب عليك. يمكن احد متسبب يعلم الله، بس يا اخي اللي يعرفه من شك في احد؟ ما شك في احد. طيب صاحبك مشوه معك؟ ها؟ صاحبك مشوه واحد معي ايوه. بلوفي. لا بلوفي مشوه في رويك انه مستقعدين لنا ثلاثه اللي حنا بنينا البرنامج. اول حاجه جو كلموا عبد الرحمن ابو كادي طيروه. بعدها خلاص بدي على البرنامج 20 يوم كلموني. بلوفي ترى كمل البرنامج اذا ما تدري. وانا كملت في همثون، انا كملت يعني بعد ما راجعوا ضمائرهم. لا تم استبعادك. لحظه. بعد ما راجعوا ضمائرهم وحسوا ان في ظلم لحسن، قالوا تعال كمل فقره ابو ونه. لان لو عندهم شوف، لو عندهم يعني قنع سبب مقنع ما كان رجعوني. لحظه حسن، انهم طلعوك من الاعداد. ايوه. وحطوك في فقره. جلبوك في الجنه. ارضاوه ولا ايش؟ تأنيب ضمير عندهم. تأنيب ضمير. حسوا بالغلطه وقالوا تعال. طيب ليش ما تقول انك كنت انت والشله اللي معك يعني تخططون على امور او تبون تسوون شيء؟ الله اكبر، خطط كاس العالم وش خط عليه؟ ما ممكن. ها وش خطط عليه؟ انا عندي برنامجي مهما كان فهو يعتبر عندي يمكن احسن من كاس العالم. يا اخي العزيز شوف، اذا انت مدير قناه، خليني اتكلم عن مدير برنامج وعندك الذكاء الخارق انك تكتشف هذه الاشياء. طيب انت تقول انك اعلامي، تقول انك قدراتك ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله. كيف تطلع من اعداد وتروح لفقره عاديه؟ اقول لك هذا قرار مدير البرنامج. ما في قرار. لا قرار. انت واصل مرحله حلوه اللي هي الاعداد، صح؟ كيف تنزل؟ ما نزلت. انا الحين جاي متعاقد معهم اعداد. هل هذا الاعلام اللي انت تعلمته؟ لا ما لحظه، انت لا تخط الاوراق. انا معد، وانا عديت برنامج همثون مع زملائي خطوه خطوه طوبه، ثم اتفاجئ انا اخر قبل 20 يوم قالوا ما ادري ايش، ابغى سبب مقنع. ما في سبب مقنع للاسف الشديد، ما عندهم سبب مقنع. القضيه فيها ظلم. حتى عبد المجيد بلوي كان مدير اعداد قبل ينتهي البرنامج ب 20 يوم قال جيب بدالك فلان الفلاني. ما دافع عنك بلوفي؟ دافع عني. طيب. وقال لي لو انك صبرت شوي، بس انا اول ما كلمني انا جتني عزة النفس مشيت. قال لو صبرت كان قعدت. ما عاد ابغى اقعد. لو اعطيك يا حسن ورقه بيضاء الان واقول جهز لي سكريبت، جاهزه؟ هذه لعبتي يا حبيبي. اقول احد زملائك اللي عملوا معك انت افكارك مبدع فيها، لكن ترتيب السكريبت ومحتواك صفر على الشمال. والله هذا رايك الشخصي. ما هو رايي انا. راي احد زملائك اللي عملوا معك. صرح قول لي فلان عشان اشوف. ما نقدر عشان اشوف هل هو انت ولا تقول ما اقدر اصرح، احنا ما نقدر نصرح. انا بالنسبه اعطيتك كل اللي عندي،
لكن هذا اللي يقوله يمكن يتعلم مني، يمكن يتعلم من هذا اللي يقول الكلام هذا. حسن حبيبي، بعطيك عدة اسماء، ابغاك يعني لو خيرت بالعمل معهم انك تختار منهم اثنين. ابو نايف العجمي. ابو نايف موجود. ايه ابو نايف موجود. والواثق الصادق وناصر الغامدي. ابو نايف اول واحد. ها؟ ابو نايف. هي ابو نايف العجمي. ايه هذا اول واحد. اول واحد، وعبد الله الراجح وهادي الصالح والواثق الصادق وناصر الغامدي ومحمد عبد الرحمن. انت اعطني اثنين منهم تحب العمل معهم يعني. بس بسألك سؤال، انت تبغاهم كخبره ولا كتعامل؟ اللي في راسي يريح راسك. ابو نايف العجمي وناصر الغامدي. نعم. هذول الاثنين اللي يكونون. ايوه. واسالني ليه عشان اقول لك. ليه؟ ابو نايف ملك الواقع، لن يتكرر في برامج الواقع، المخ الياباني تبارك الله. ناصر الغامدي في ميزه، عنده مساحه، عنده مرونه في العمل. الحين توي طالع من برنامج، عنده مرونه يعني تبارك الله، قلبه فسيح، ياخذ منك ويعطي منك، يتحمل النقد، اشياء كثيره يعني. ولو سمحت لي بثالث كذا بدخل عبد الراجح، بس خلاص خلنا. لا خلاص اثنين هذول. خلينا نشوف فيديو وبعدها ان شاء الله فيلم. يا ابو ونه يلا. الصورة هذه اعطونا صورة، ما اعطونا فيديو. لا الصورة هذه تكفي 1000 فيديو يا شيخ. ايه، من اللي في النص؟ ها؟ الله عليك. من اللي في النص؟ هذا انا ارفع له العقال ابو عبد الكريم. ابو عبد الكريم. نعم. خالد الدوسري، ضراد العنزي، حمد العتيبي، هذول هم الرياليتي الحقيقة. شلون صحة ابو عبد الكريم؟ والله طيب. زرته قريب؟ والله لي منه يمكن سنة. ايه. لانه هو في المنطقة الغربية. في كاركتر انت دائما تسويه مع المتسابقين. كاركتر؟ اي بس ابغى اوريك الفيديو انا. شوف. وهو يتبع لهذا السؤال. يا ساعي البريدي، قل لي يا ابو ونا يا ساعي البريدي، قل لي متى، قل لي تجي بالرسايل، ان جيت انا نفرح كانك ضاح العيدي، قل لي يا ابو ونا. هاي ابو ونه. انا ابو ونا يا شيخ. ايش تعليقك على هذا الفيديو قبل السؤال؟ والله اول شيء ابارك لاخوي جاسم الجويعد، تزوج قبل ايام، الله يسعده ان شاء الله. وكاركتر ما يحتاج تعليق يعني. فله. الناس حولك ويحبونك ويشيلونك. هذا محبة الجمهور، محبة المتسابقين، غير ذلك انه المتسابقين في همتهم صراحة كانوا من النماذج اللي صراحة افتخر بمقابلتهم يعني كمتسابقين جميلين في الروح. حسن، انت كنت تعرض نفسك لمواقف بايخه وايضا بعض ليه يعني حتى الكاركتر اللي تكون فيه ما هو كويس، وانت اللي تحط نفسك فيه. يعني مره يربطونك، مره يحطونك في كرتون، مره يعني. كيف حكمت انه مو كويس انت؟ حكمت بالشيء اللي نشوفه. طبعا هذا الكاركتر وش تعرف عنه وش وضعه؟ هذا الكاركتر انه كاركتر ابو ونه يجيب الرسائل المتسابقين. ايه. كانت هذه فكرة هادي الصالح الله يحفظه. ممتاز. أيوة. يجيب ابو ونه، يجيب الرسائل من برا ويدخلها متسابقين. وليش يدخل ابو ونه في داخل الكرتون؟ يدخل وين؟ الكرتون. متى دخل في الكرتون؟ المسابقين دخلوك في الكرتون. دخلوا في داخل هذه يعني نوع من مره ربطوك في عمود. اي من الرياليتي دي، فله يعني. محبوكه يعني. لا هي محبوكه، بس هم رايقين. بعض الناس ما يجيب لهم رسائل، ما يجيب لهم رسائل، يقول له تعال بس يعني محبوكه. لا محبوكه، بقول محبوكه، ما هي محبوكه. طيب وكيف طيب؟ الحين بعض الشباب ما يجيهم رسائل، ما عندهم جمهور بالعربي، وانا نجيب العيد انت، ما عندهم جمهور بعضهم. هات العيد، انا ابغاك تجيب العيد. من القهر يربطون هنا. جيب العيد. ما عندهم جمهور، بعض الناس جمهوره ابوه واخوه بس. طيب. ومسوي هاشتاج خف علينا يا. ايه. ما عنده شيء ذا. شافوا ما في رسائل يربطوني من القهر بس. ليش نقلت الفقره لبرنامج ثاني؟ ما هي الفقره هذه ابو ونه، هذيك اللي هناك اللي هي 4G نفسه. لا، في ابو ونه ممنوع يدخل هدايا المتسابقين، الهدايا العينيه من الجمهور ممنوع. ال4G هناك يجيب الهدايا من الجمهور، بس تكون هدايا قيمه، مثل هدايا يعني محترمه. جمهورك يا اخي يبغى يهديك هديه. طيب. فيه مثول ممنوع، هنا سمحت لنا فيها.
نفس الدخوليات، نفس الامور، نفس الوضع، نفس هم مثلا كنت تدخل في سيكل. نفس الشغله كلها. لا لا الشغله كلها نفسها، بس اللهم من تغيير مسمى. لا لا غلطان. وتغيير، والفكره اساسا يعني نفسها. لا بالعكس والله بالعكس، والله فيها فرق. هي فكرتك، وين ما رحت اشتغلتها معك؟ مو قصه فكرتي، شوف في اختلاف في المحتوى، إيه؟ في الاداء. نفسها يا حسن نفداك. تبغى نفسها، انت تغيرها. لا، ما هو انا ابغاها. كيف طيب؟ الناس كلهم يشوفون نفسها. لا، نفسها. تغير هذه وتحط هذه وتغير المسمى هذا وتحط، وهي نفسها. والله صبه وحقنه. لو نفسها بقول نفسها، بس ما نفسها هذه. اقول لك انت لانك تبغى تمشيها الا بالقوه. طب خليني اعلمك. تعلم. فيه ماثون ممنوع دخول الهدايا. طيب. لو تجيب حبه مويه قال تدخلها، لو تجيب طيب. بسكوت قال تدخلها. طيب. هناك في 4G استقبل هدايا فقط. يا حسن يا حبيبي، احنا سعدنا معك، لكن عاد في هديه مقدمه لك من الجمعيه الخيريه، جمعيه البر الخيريه في المدينه المنوره. الله. مقدمين لك سهم في وقف الصدقه الجاريه. الله يكرمك. طبعا الجمعيه من مشاريعها اللي عندهم المساعدات الشهريه والسكنيه، وايضا مساعده في ترميم منازل وكفاله الايتام. ان شاء الله تبارك. مقدمين لك هذا السهم يا طويل العمر كهديه، انا بقدمه لك. استريح وتستاهله. الله يكتب اجرهم. لو حبيت يعني تهديه لاحد، من بتهديه له؟ وقف الصدقه الجاريه. ايه. اهديه لاخي وصديقي، الله يغفر له ويسكنه في سيح جناته، باسم البنعلي من مملكه البحرين الشقيق. متوفي؟ نعم متوفي. هذا صار لي مع موقف لا انساه في حياتي، وهذا السهم اهدي له، واسال الله العلي القدير ان يتقبله مني وجزاكم الله كل خير. هذا الرجل تعرفت عليه في البحرين، لو اوصف لك اللي في داخلي يمكن ما تصدق، لكن هذه ما في اغلى من امي وابوي. بيض الله وجهك. لكن هذا كصديق قدم لي الكثير كثير كثير، واسال الله ان بيض الله وجهك، والله يعوضك خير فيه. امين يا رب العالمين. ويجبر قلبك. حبيبي والله. صلى الله يوفقك. الله يرحم والديك. مشاهدينا الكرام، الى هنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في حلقه جديده وضيف جديد. السلام. وش استفدت من السناب؟ عندك عدد ما هو بسيط وانا عارف الشيء. الله يوفقنا ليش وياك. ما تفتق سناب؟ يدير السناب ولا ها؟ يطق الختم.